أهلا بكم في بودكاست المغرب، البودكاست اللي بنحلل فيه الملفات الأفريقية والعربية والدولية بعيون مغربية وبأسلوب بسيط وواضح. العلاقات بين المغرب وكينيا دخلت مؤخرا مستوى مختلف بعد ما نيروبي أعلنت أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية كينيا في المغرب، خطوة مهمة بتأكد أن العلاقة بين البلدين انتقلت من التقارب السياسي لبناء تحالف اقتصادي متكامل قائم على مبدأ رابح رابح. ولو المغرب بيعتبر خامس أكبر اقتصاد في إفريقيا، فكينيا سادس أكبر اقتصاد في القارة وكمان أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا. وأنا ذكرت الرقم ده لأن جزء كبير من الناس ما زال بيشوف دول جنوب الصحراء على إنها دول حروب ومجاعات وفقر، مع إن الحقيقة إن دول كتير منهم تخطت بالفعل عدة دول في شمال القارة من حيث النمو الاقتصادي. ودولة زي كينيا محور حلقتنا اقتصادها النهاردة أكبر من اقتصاد تونس وليبيا النفطية وموريتانيا مجتمعين. هنا السؤال اللي يطرح نفسه، إيه أهم الصفقات بين المغرب وكينيا؟ وإزاي الأسبوع الكيني المغربي في الرباط هيغير شكل العلاقة بين البلدين؟ وإيه أصل فكرة العشرة الكبار اللي بيغيروا موازين القوة في إفريقيا؟ أسبوع الشراكة المغربية الكينية في الرباط كان لحظة فارقة، لأن وفد اقتصادي كيني رفيع المستوى زار المغرب بهدف الترويج لقدرات الاقتصاد الكيني في قطاعات مختلفة وتعزيز فرص التعاون مع المستثمرين والشركات المغربية في مجالات متعددة زي الاستثمار والتجارة والتمويل والخدمات. الوفد ده كان فيه شخصيات قيادية كبيرة، منهم كارلو كاريوكي المدير التنفيذي لتحالف القطاع الخاص الكيني، وأودانتي كيندي المدير الوطني لغرف التجارة والصناعة الكينية، ومعاهم مسؤولين كبار من القطاع العام والخاص. وهنا لازم نقول معلومة مهمة جدا، كينيا النهاردة هي الدولة رقم 1 في إفريقيا في مجال التكنولوجيا العالية والتصدير الرقمي. وأنا زيكم استغربت، بس الأرقام والفيديوهات اللي جاية كلها من قلب نيروبي. دولة الإعلام العربي مش بيسلط عليها الضوء الكافي رغم إن تجربتها تستحق. وبترجع أهمية الزيارة دي لكونها جزء من الجهود اللي بتقودها وزارة الخارجية المغربية والوكالة المغربية للتعاون الدولي لدعم الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب على المستوى القاري، خصوصاً بعد ما بقت نيروبي واحدة من أهم العواصم اللي بتدعم الموقف المغربي في ملف الصحراء. كينيا كانت أعلنت في مايو اللي فات دعمها الرسمي لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الجدي والوحيد والمستدام للنزاع، وده كان خلال زي وزير خارجيتها للرباط ولقائه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، واللي اعتبر وقتها تحول استراتيجي كبير في مواقف نيروبي داخل القارة. وتنظيم أسبوع كينيا الاقتصادي في المغرب بيعتبر الترجمة العملية للموقف ده، لأنه بيضم لقاءات في الرباط والدار البيضاء والعيون مع مؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين زي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المجموعة المهنية لأبناك المغرب، القطب المالي للدار البيضاء، بالإضافة للمراكز الجهوية للاستثمار. والمصادر بتأكد أن الحدث ده نقطة تحول حقيقية في مسار العلاقات الثنائية، لأنه جاي داخل ديناميكية جديدة المغرب بيتحرك فيها لتقوية حضوره الاقتصادي في شرق إفريقيا. وفي المقابل كينيا عايزة تستفيد من الخبرة المغربية الكبيرة في مجالات التمويل والبنية التحتية والأسمدة والفلاحة المستدامة. المغرب النهاردة عنده أكبر شبكة بنكية في القارة الإفريقية. البنوك المغربية منتشرة في أكثر من 26 دولة، وشركات التأمين نفس الشيء، وكمان شركات الاتصالات المغربية موجودة تقريباً في معظم دول إفريقيا. وده جزء أساسي من القوة الناعمة اللي بنتها الرباط خلال السنين الأخيرة، واللي خلت كينيا شايفة إن التواجد في المغرب مهم جداً علشان تدخل من خلاله لأسواق غرب إفريقيا. وفي المقابل المغرب فاهم إن شرق إفريقيا بيبدأ من كينيا، خصوصاً وإن إثيوبيا رغم أهميتها الكبيرة
لسه بتمر بظروف داخلية معقدة، وده بيخلي كينيا النهاردة رقم واحد في المنطقة من ناحية الاستقرار والفرص الاقتصادية. علشان كده التعاون المغربي الكيني بقى قائم على تكامل المصالح. المغرب يقدم خبرته في التمويل والبنية التحتية والاتصالات، وكينيا تقدم خبرتها الكبيرة في التكنولوجيا والابتكار. والمنهج ده هو استمرار لسياسة الدبلوماسية الاقتصادية اللي المغرب اعتمدها خلال السنوات الأخيرة، سياسة مبنية على المصالح الاقتصادية المشتركة علشان توصل لتفاهمات سياسية راسخة، والنجاح ديالها واضح. آه، دول زي نيجيريا وإثيوبيا وكينيا اللي كانت في السابق داعمة للبوليساريو كلها غيرت مواقفها بسبب التحرك الاقتصادي المغربي الواقعي والفعال. كينيا نفسها دولة كبيرة مساحتها حوالي 580 ألف كم مكعب، والمغرب حوالي 17 ألف كم مكعب. لكن الفرق الحقيقي مش في المساحة قد ما هو في الأراضي الصالحة للزراعة. ثلثي المغرب أراضي صعبة بسبب الجبال والصحراء، بينما كينيا عندها أنهار ضخمة وتربة خصبة وقدرة إنها تكون سلة غذاء لجزء كبير من القارة، ومع سوق داخلي كبير في أكثر من 57 مليون نسمة، ومتوقع يوصل ل 70 مليون سنة 2030. وده بيخلي التعاون الاقتصادي مع المغرب فرصة مهمة. وفي الإطار ده بيجي التعاون المغربي الكيني في مجال الفوسفات كواحد من أهم الملفات المشتركة، خصوصاً أن المغرب بيمتلك أكثر من 70% من احتياطي الفوسفات العالمي، وكمان هو أكبر مصدر للأسمدة والمنتجات المشتقة منه. وده بيوفر قاعدة قوية للتعاون في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية داخل كينيا اللي عندها قدرات زراعية ضخمة، لكنها محتاجة تدعيم التربة ورفع الإنتاجية. وصادرات المغرب لكينيا غالبها منتجات فوسفاتية بتستخدم مباشرة في دعم القطاع الزراعي هناك، لأن رغم قوة الزراعة في كينيا فهي بتواجه تحديات مرتبطة بزيادة التطلب الغذائي وتحسين خصوبة الأراضي. وهنا بيظهر دور الفوسفات المغربي اللي بيساهم في رفع الإنتاج الزراعي وضمان الأمن الغذائي للفلاح الكيني. ومش بس كده، الشركات المغربية والكينية بيشتغلوا مع بعض على إنشاء مصانع لخلط الأسمدة داخل كينيا نفسها، وده معناه إن تكلفة الإنتاج الزراعي بتقلع على المزارعين، والأسمدة بتفضل متوفرة بأسعار مناسبة، وده بيرفع الإنتاج وبيثبت أسعار المواد الغذائية، وبيقلل اعتماد كينيا على الاستيراد من الخارج، وفي نفس الوقت بيخلق فرصة عمل وبيعزز سلسلة تصنيع محلية.